ورجعنا لكم بعد الفاصل في يومنا المميز اللي دايما بنقعد خايفين جدا، واول ما بنلاقي نبضات قلبنا سريعه بنقعد قلقانين. طب يا ترى نبضات قلبنا دي مؤشر خطر ولا لا؟ طب يا ترى نبضات قلبنا بقت سريعه ليه؟ طب يا ترى ممكن عوامل الجو مؤثره انها تخلي لو واحد عنده هبوط مثلا معين او الكلام ده يزود نبضات القلب؟ في اكيد امراض كتيره جدا ممكن تخلي نبضات قلبنا سريعه، او اسباب بمعنى اصح كتيره جدا هنعرفها النهارده في حلقتنا عشان نطمن المشاهدين بتوعنا ونخليهم كده حتى لو حصل دوت الحاله ديت يبتدوا ان هم يهدوا، عشان الهدوء بيتهيألي هو ده اهم شيء يخلينا الى حد ما عندنا كده ريلاكسيشن، نعمل ريلاكسيشن لنفسنا ونشوف نبضات القلب دي سببها ايه. لو زادت يبقى اكيد في مشكله، وده اللي هنعرفه برده مع الاستاذ اللي منورنا النهارده الاستاذ الدكتور احمد البربري، استشاري امراض القلب والقسطره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، مساء الخير على الساده المشاهدين ومساء الخير على حضرتك. منورنا النهارده يا دكتور. ده نور حضرتك. دكتور احمد، عايزين في البدايه نقول ايه اللي بيخلي نبضات القلب سريعه؟ هو الحقيقه يعني بدايه الاطمئنان للساده المشاهدين، مش كل ضربات قلب غير منتظمه فهي مرض في القلب. بمعنى ان ممكن بعض الامراض الاخرى تؤثر على نظميه القلب او ضربات القلب، زي الغده الدرقيه مثلا، زي الانيميا. يعني اسهل حاجه، معظم ممكن ستات كتير او اطفال كتير عندهم انيميا ممكن تزود شويه ضربات قلبهم. هي دي تبقى مؤشر يعني يبقى في انيميا في الجسم، ده يبقى مؤشر ان مرض في القلب؟ لا يعني لا مش مرض في القلب، ان نبضات القلب تبقى سريعه لفترات معينه بقى، ولا في بعض الاحيان بيبقى المفروض ربنا سبحانه وتعالى خلق القلب اللي هو بيسيطر عليه، اللي هو الجهاز العصبي اللا ارادي اللي هو الباراسمباثيك والسمباثيك دول، عشان وقت ما احنا ننام محتاجين كميه اكسجين معينه او كميه دم اقل، واحنا بنجري ماراثون مثلا او بنمارس رياضه بنحتاج كميه دم اكتر طبعا. فالقلب مثلا واحنا نايمين ممكن يوصل 60 50، واحنا عادي بيوصل 70 80، واحنا بنمشي بسرعه شويه في وسط شغل ممكن يوصل 90 100، واحنا بنجري ممكن يوصل 140 150 طبيعي. عشان كده بيعملوا الايكو بين او اللي هو بتاع المجهود عشان يقيس القلب لما ده عشان يعني هو بيقيس منه كذا حاجه، منه اللي هو الكفاءه اللي هو بيسموها الميتابوليك ايكوفالنت، اللي هي يعني الكفاءه العضليه او الكفاءه الرياضيه بتاعه الانسان ده، وبرده بيشوفوا بيه هل الدم اللي بيروح للقلب عشان يغذيه كميته كويسه، يعني ما بيجيش وجع في الالام في الصدر مع اللي هو ضربات القلب السريعه قوي، ولا بيجيش اللي هو بنعمل له القلب ضربات قلبه يزودها عن طريق الاكسرسايز اللي هو الجري، او عن طريق في بعض الناس بيدوا دواء، بس ده مش اللي احنا بنتكلم فيه. هو عموما بس ضربات القلب قلنا اسبابها مش لازم كلها تبقى في القلب، ومش لازم كلها تبقى حاجه مرضيه. يعني ممكن شويه توتر يعملوا لخبطه في ضربات القلب، او يعملوا سرعه في ضربات القلب. ممكن يعني لو حد عنده ستريس، لو حد عنده اكتئاب، ممكن القهوه بتعمل شويه سرعه في ضربات القلب. طب والحر الجميل اللي احنا عايشين فيه في الفتره الحر الجميل ده هيعمل ستريس وهيزود ضربات القلب. الحر الجميل ده لو وطى الضغط شويه فالجسم بيبدا يزود ضربات القلب عشان يعوض اللي هو نقص الامداد الدموي لما الضغط وطي. الحر بيزود الكاتابوليك ستيت بتاع الجسم كلها، منها ان هو كان بيزود ضربات القلب شويه. فهو طبعا والحر زي ما قلت لك بيعمل ستريس وبيعمل هبوط وبيعمل ارهاق وبيعمل جفاف. في كمان اسباب طبيعيه لزياده ضربات القلب زي الحمل. في الاطفال ضربات قلبهم اسرع من الكبار طبيعي. كتير معلش يا دكتور، وبالذات الامهات بتقلق قوي لما بتلاقي الطفل الصغير مثلا، نقول مثلا في سن كام ده اللي تبتدي تقول لا ابني عنده مشكله مثلا في القلب؟ احنا عارفين ان هم لو في سن صغير قوي دايما مشاكل القلب في الصغار في الاطفال الصغيرين دي مش لازم قصه ضربات القلب. يعني ممكن بيبقى اكتر لو طفل مثلا مولود بعيب خلقي ومؤثر او كده، ممكن يبقى فيه صعوبه في التنفس، ممكن يبقى فيه لون ازرق، ممكن يبقى فيه ضربات قلب سريعه. فده بيبان طبعا ان الام بتعرف ان ده طفل مش طبيعي، بتبدا توديه للدكتور. ودلوقتي كمان معظم الاستات اللي بيولدوا في مستشفى موجود فيها طبيب اطفال بيبقى اسمه اطفال مبتسرين، اللي هو بتاع النيونات. فبيبقى يعني بيتكشف عليه اول ما بيتشاف وكده، وبيتشخص لو في مشكله. الاطفال عموما في بعض الامهات
امهات كتير يجي يقولوا ابني ضربات قلبه سريعه، بس هي الطفل ضربات قلبه طبيعيا اسرع من الكبار. مثلا في الرياضيين ضربات قلبهم اقل شويه من الكبار. ممكن يبقى مرض في الجهاز الهضمي زي اضطرابات في المعده او كده تعمل ضربات قلب لا مش بس مظبوط. قبل ما نخش في الجهاز الهضمي، عشان ده بيتهيألي مرض العصر دلوقتي زي ما بنقول، والمرض المنتشر اللي هو فعلا الجهاز الهضمي بيبقى فيه مشاكل كتيره قوي. بس انا عايزه ارجع لنقطه مهمه، الرياضيين اللي هم بيلعبوا رياضه معينه. فعلا حضرتك بتقول في ناس بتبقى مثلا متعوده انها تلعب رياضه معينه وتبطل، دي ممكن فيما بعد مثلا لو اتعرضوا مثلا لشرب سجاير كتير، اتعرضوا للتلوث، اتعرضوا لحاجات معينه، فعلا ممكن تبقى ليهم برضو مشاكل في القلب ولا لا؟ ولا بيقلل؟ عشان دايما بيقولوا الرياضه بتحمي من امراض كتيره قوي منها مرض القلب. هو الحقيقه الرياضه اللي هي المعتدله، اللي هي مثلا الجري، المشي، اللي هي مش بتربي عضلات جامده قوي، الرياضه دي مطلوبه جدا عشان ان هي بتفيد اللي هو امراض تصلب الشرايين، بما فيها بقى امراض الذبحه وامراض الجلطه بتاع القلب وامراض جلطه الدماغ وامراض كل شرايين الجسم، بما فيها شرايين المخ، شرايين القلب، شرايين كل شرايين الجسم. الرياضه مفيده جدا، بتحسن اللي هي البطانه الداخليه بتاع الاوعيه الدمويه، بتحرق الكوليسترول الضار، بتحرق الدهون الزياده، بتقلل الوزن، بتدي ثقه في النفس، بتحسن كفاءه الرئه واستهلاك الاكسجين وخروج ودخول الاكسجين للجسم. فالرياضه دي مفيده جدا. لكن الرياضه اللي هم بيعملوها الرياضيين الرياضه العنيفه، خلينا نتكلم معلش يا دكتور احمد عن الرياضه العنيفه. بس معانا اتصال تليفوني من مين؟ الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اسم حضرتك ايه معلش؟ احمد عروج، كبير معلمين من غرب شبرا الخيمه. اهلا يا استاذ احمد عروج. احمد عروج. ايوه يا استاذ احمد عروج، اهلا بحضرتك. حضرتك عايز اسال الاستاذ الدكتور وكيف حضراتكم العظيم في ان مريض السكر هل هو اكثر عرضه عن غيره لمشاكل القلب، وما هي النصائح التي يقدمها سيادته لاولئك مرضى السكر حتى يتجنبوا مشاكل القلب؟ عندك اي سؤال تاني يا استاذ احمد عروج؟ له منا جزيل الشكر على حسن التواصل وطيب الاستماع، وكل عام وحضراتكم بخير. وحضرتك طيب. احنا بنشكر حضرتك على لغتك الجميله وسؤالك الجميل. طبعا مريض السكر مرتبط ارتباط وثيق جدا بامراض تصلب الشرايين. امراض تصلب الشرايين اللي هي مؤداها الى الذبحه الصدريه والجلطه في الشريان التاجي، وامراض تصلب الشرايين اللي منها جلطات الدماغ والكسور الدوره الدمويه الدماغيه، وتصلب الشرايين منها امراض الشرايين الطرفيه زي القدم السكري وكده. وده بيرتبط بالمده بتاعه وجود مرض السكر. فبننصح مريض السكر ان هو يعني يبقى اولا يعني بيحلل الكوليسترول، ولو في مشكله في الكوليسترول بيعالجها من الاول. وفي بعض الناس بتدي بعض الادويه بتاع الكوليسترول روتين لاي مريض سكر. بيشوف هل هو معاه ضغط، يعني معاه عوامل اخرى للخطوره لامراض الذبحه الصدريه او امراض تصلب الشرايين ولا ما فيش. لكن الارتباط وثيق، يعني كلمه ونص، الارتباط وثيق يا استاذ احمد العجرود. الارتباط وثيق بين السكر او مرض السكر وامراض الشريان التاجي او امراض تصلب الشرايين. وعشان كده بننصح دايما الشيك اب اللي هو الروتين. لو ظهر اعراض زي الام بالصدر او اي اعراض في بدايتها بتبدا تشوفها، لو ما ظهرش بتعمل روتين فحص روتيني بالسماعه، ممكن برسم قلب، ممكن بتحليل كوليسترول، وان انت تحافظ على السكر، تظبط السكر، ما يبقاش السكر غير منتظم او عالي شويه او واطي قوي. وطبعا زي ما اتفقنا ان هو له ارتباط وثيق. طب دكتور احمد معانا اتصال تليفوني من نهى. الو. ايوه سؤالك. ايوه استاذه نهى، سؤالك ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بنشكر الدكتور احمد كمان. الدكتور كمان ولا الدكتور؟ لا دكتور احمد. تمام. دكتور احمد. ايوه. يا دكتور انا بحييك على المعلومات القيمه واشكرك وعلى البرنامج الجميل اللي بتفيدونا بيه صحيا. من فضلك انا عندي اختي عندها ضربات قلبها كمان على
على طول وتعنيه، على طول اسهال تعنيه. ايوه. فهي نبضات القلب على طول سريعه. فالعمل ايه؟ تكشف بطنه ولا تاخد ايه ولا تعمل ايه؟ ايوه. عندك اي سؤال يا دكتور؟ ولا تعمل اشعه على القلب؟ بصي حضرتك، هو يعني العلاقه التي تجمع التعنيه اللي حضرتك بتقول عليها ممكن شكرا لاتصالك. مقصود بيها القولون، وضربات القلب السريعه ممكن العلاقه اللي بتجمع بينهم اللي هو التوتر النفسي. التوتر النفسي بيزود ضربات القلب، والتوتر النفسي بيعمل قولون عصبي. فدي العلاقه الوحيده اللي تجمع بين الاثنين. يعني بين هي قصدها ممكن بالتعنيه. التعنيه دي اللي هي الديزنتري، اللي التنسمس، اللي هو حد بيخش الحمام كذا مره وكتير، فده ممكن يكون قولون عصبي مع ضربات القلب السريعه اللي هي ممكن تكون ستريس، يعني توتر نفسي. قبل ما اقول توتر نفسي لازم اعمل فحوص للقلب، يعني بمعنى وهي عايزه تروح لدكتور مين؟ يعني هي حضرتك يعني ترشدها لدكتور مين تروح له؟ دكتور باطنه، دكتور، احنا دايما عارفين دايما يعني نقول الاغلبيه العظمى دكاتره الباطنه بيبقوا مرتبطين كمان بالقلب. هو دكتور الباطنه بقى دكتور عام، بيبقى يعني بيعرف في القلب، في الكبد، في السكر، في يعني لو طلع مريض قلب يتوجه لدكتور قلب. اللي انا بس عايز اقوله ايه، هي حضرتك ضربات القلب دي بتبقى سريعه، مش لازم تفضل. يعني في ناس بيقول انا امبارح وانا مثلا في المواصلات جالي ضربات قلب سريعه قوي وقعدت 10 دقائق وراحت. يعني قصدي اقول ضربات القلب السريعه ليها سكيل، يعني لها رينج من 1 ل100 مثلا. يعني في ضربه قلب تيجي ضربه واحده وخلاص تروح، وفي واحد تاني يجي له ضربات قلب يقع من طوله وممكن يموت. فاحنا فين هنا؟ فين المسافه بين دي ودي؟ احنا فين بالظبط؟ في واحد بيجي له ضربات قلب 10 دقائق ويبقى كويس، وواحد تاني بيجي له ضربات قلب تقعد 3 4 ساعات وبعدها يبقى كويس، واحد قاعده معاه على طول. احنا فين من دول؟ واحد يجي له ضربات قلب مصحوبه بعرق شديد وروحه بتروح وبردان وخلاص هيموت، وواحد تاني جاله ضربات قلب يعني كده وخلاص. فهو احنا مش عايزين اللي بيجي له ضربه قلب واحده ده يبقى هو اللي على طول كده، او ان هو يموت مره واحده. هو الموت المفاجئ عباره عن ايه؟ عباره عن التوقف بعضله القلب. توقف عضله القلب يبقى القلب ما فيش نبض خالص، يبقى في حاجه اسمها ذبذبه بطينيه، ان البطين اللي هو المين بالك بتاع القلب اللي هو الشيء الرئيسي في القلب يتذبذب، ما بيدقش، هو اكنه واقف بقى فايبريليت. ده موت. ده بنسبه نص في المية من الموت. هي دي اللي بيعملوا لها الكتريك دي سي اللي هو الكرنت شوك، كهرباء. ده عايزين نتفق ان ضربات القلب دي غير دي. في نص في المية في المجتمع. هو اولا الموت المفاجئ بيجي في يعني بتعريفه ان هو يجي في مريض مش معروف عنه ان هو عنده القلب، او في خلال عرفنا عنده القلب وفي خلال ساعه، يعني في وقت متاخر، بمعنى في وقت مش متاخر، في وقت مش متشخص، يعني ما كنتش عارف ان هو اصلا كذا. ففي نص في المية من المجتمع السلام بيجي لهم الموت المفاجئ ده، باش عنده حاجه خالص او مش باين عليه ومره واحده بيقع. عشان كده بنقول بقى ايه التشخيص المبكر. التشخيص المبكر مفترض ان اي حد عنده اي لخبطه ايا كان درجتها في ضربات القلب يتجه للدكتور. يخسر ايه؟ زي ما قلت لك ممكن تكون واحده حامل ومش قادره نتيجه ان الجنين اللي فيها بيزود الحمل على الدوره الدمويه عندها، ونتيجه ان هو بقى فيه 2 دوره دمويه فبيحصل انيميا، ونتيجه المجهود ده كله بيحصل زي ضربات القلب. هو الدكتور عامل لها اشورنس، طمنها، بدل ما يبقى في سبب تاني ونسيبها لغايه ما الدنيا تكبر. يعني هو من اسباب ضربات القلب لو حبينا نقسمها في اسباب اسمها طبيعيه فيسيولوجيكال، وفي اسباب باثولوجيكال مرضيه. الاسباب الطبيعيه ان واحد بيجري ضربات قلبه هتبقى سريعه طبعا. الطفل الصغير ضربات قلبه سريعه. ان حد في البرد ضربات القلب بتبقى سريعه. في اسباب كتير اللي هو القهوه بتزود ضربات القلب، ده شيء طبيعي. ايه ده نسبه الكافيين لو دخلت الجسم زياده بتعمل اللي هو يعني بتاثر، اللي هو بتعمل اكسايتيشن، يعني بتزود اللي هو الهرمونز اللي هي بتزود ضربات القلب بالظبط. في بقى ايه اللي هي ضربات القلب اللي هي الاشياء الباثولوجي المرضيه. في امراض في القلب وامراض مش في القلب. الامراض اللي مش في القلب زي
اي لخبطه في الايونات اللي موجوده في الجسم تعمل لخبطه ضربات القلب، سواء سريعه سواء بطيئه سواء لخبطه، زي البوتاسيوم زي الصوديوم زي الكالسيوم زي المغنيسيوم. الحاجات دي لو اي لخبطه فيها بتعمل لخبطه في ضربات القلب، وهو مش مرض في القلب. طيب ايه تاني؟ زي الغده الدرقيه تعمل زيادتها ونقصها يعملوا زياده ونقص في ضربات القلب. ايه تاني؟ الانيميا زي ما قلت لحضرتك. ايه كمان؟ واحد عنده نقص اكسجين نتيجه عنده حساسيه على صدره، او اللي هو الربو الشعبي، او مثلا التهاب شديد على الرئه واخد جزء كبير من الرئه فمقلل الاكسجين، فالقلب بيحاول يعوض ده عن طريق زياده ضربات القلب. طيب دي اسباب. في حاجات تانية كتير، في حاجات وراثيه ممكن تبقى مثلا. طبعا في حاجات وراثيه طبعا. بعد كده بنخش على حاجه اللي هي امراض في القلب بتعمل في كمان من ضمن الحاجات اللي هي ما فيش في حاجه في القلب، الاسترس، الضغط النفسي يعمل ضربات قلب ويعمل اي نوع، لدرجه ان هو ممكن يعمل اللي هي الذبذبه البطينيه ويموت لو حد اتعصب. او ما هو ممكن عصبيته دي بتفرز المواد اللي هي الهرمونز اللي بتتحكم في اللي هو الجهاز العصبي السمبثاوي والباراسمبثاتيك، يزود ضربات القلب او يقع من طوله، ولو ما اتلحقش يموت. في حاجات زي الفيجل، يعني واحد يجي له خبر وحش مره واحده، واحد يجي ممكن يقع من طوله يموت. يعني ممكن ضغطه يوطى وممكن يؤدي الى الوفاه، نسب منه. ايه بقى الحاجات اللي في القلب اللي ممكن تعمل ضربات قلب سريعه؟ جميع امراض القلب ممكن تعمل ضربات قلب سريعه. ايه هي امراض القلب؟ نقسمها كده. في امراض الشريان التاجي اللي هي الذبحه الصدريه والذبحه الصدريه الغير مستقره والجلطه المكتمله والجلطه الغير مكتمله، كل دي بتعمل ضربات قلب انواع كتير جدا، سواء نقص او زياده، سواء توقف عضله القلب، سواء ذبذبه اذينيه، سواء سرعه وتروح. ده كل ده تحت بتصحابها ليها عوامل تانية يا دكتور؟ إيه؟ يعني بتخليها ليها عوامل تانية غير نبضات القلب اللي هي تبقى بطيئة أو سريعة، مثلا تنميل، عشان دايما عارفين في أعراض تانية طبعا لكل مرض. بس احنا النهارده بنتكلم على ضربات القلب السريعة. لا مثلا احنا ذكرنا مثلا الشريان التاجي سريعا كده، مثلا ايه الأعراض؟ واحد شريان تاجي، 1 و2 و3 ألم بالصدر. ألم بالصدر. ألم بالصدر. ألم بالصدر أيا كانت تروح للدكتور، يعني ما تقولش لا ده برد، ما تقولش لا ده معدتي انا واخد عليها. الام ايه؟ شعوره ان هو ما بيبقى زي كتير قوي يقول لك ما بقدرش اتنفس، حاسس ان انا مش عارف اخد نفس. ممكن كل ده يمشي. بص حضرتك، هو في حاجه تيبيكال، يعني حاجه يعني واضحه جدا، اللي هو الالم اللي في عظمه اللي في نص الصدر، ويسمع في الظهر او يسمع في الدراع الشمال او يسمع في الصباع الصغير ده اللي هو الشمال. وفي ممكن يجي الم في نص الصدر يسمع في الكتفين، وممكن يجي يسمع في الدقن، وممكن يجي يسمع في اليمين. بس كل حاجه وارده. اي الم في الصدر من فضل المريض ما يفكرش هو يروح لدكتور القلب. ممكن يطلع ده مرض جلدي، بس الدكتور اللي يقول مرض جلدي مثلا زي اللي هو الحزام الناري، بيجي بآلام شديده مبرحه في الصدر، لكنه وليس علاقه اي علاقه بالقلب، علاجه شويه مراهم وادويه فيروس. ارتفاع ضغط الدم ممكن يؤدي لسرعه في ضربات القلب. الصمامات طبعا، امراض الصمامات كامله. خلينا نتكلم عن امراض الصمامات، بس بناخد اتصال تليفوني من عبد الله. الو يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت حضرتك ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور سامعك. السلام عليكم. ازيك يا استاذ عبد الله؟ اهلا يا فندم. حضرتك انا كان من حوالي 10، انا سني 52 سنه حاليا. ايوه. من حوالي 10 سنوات كده كانت جات لي ضربات قلب سريعه جدا، وسمعت في دراعي، وحسيت بألم في دراعي الشمال وفي رجلي وكده يعني. فالمهم عملت في لحظتها يعني رحت المستشفى، عملت ECG. فحضرتك الدكتور شخصها على انها حاجه اسمها باروكسيزمال AF. برافو عليك. فحضرتك انا الحاله دي جات لي كذا مره يعني، وبعدين حضرتك بتتكلم عن حاله المفاجاه يعني كده بسبب ضربات القلب. انا ليا يعني العيله تقريبا كلها فيها الحاجه ديت، لان الوالد كان عنده برضه باروكسيزمال AF وتوفى بسببه، وبرضه نفس الحكايه اخويا الكبير عنده الحاجه ديت وحصل له فعلا موت مفاجئ بسببها يعني. فحضرتك يعني ممكن تنصحنا بايه في حاله زي دي، تعالج حاله زي دي لو سمحت يعني؟ تحت امرك تحت امرك. شكرا ليك يا استاذ عبد الله. هو حاله زي دي لما تجي لي مثلا هنا العياده مثلا، الافكار بتبقى ماشيه ازاي؟ اول حاجه ضربات القلب اللي هي اسمها AF، اللي هي ضربات قلب اسمها رفرفه اذينيه او ذبذبه اذينيه. الذبذبه الاذينيه دي اسبابها عارفه اللي انا قلته كله، يعمل اترال فيبريليشن ده اللي هو الAF ده، كل اللي انا قلته. الذبذبه الاذينيه
لو هي باروكسيزمال يعني بتروح وتيجي دي ده حاجه كويسه انها ما استمرتش. فانا هنا بحاول اخليها هي دلوقتي موجود. لو هي جاي لي وهي عنده اللي هو الذبذبه الاذينيه دي، بيتوقف على عدد ضربات القلب، لان ممكن يوصل ل 500 في الذبذبه الاذينيه. ده واقع على الارض، عايز صدمه كهربيه لان ضغطه بيبقى واقع جدا. ليه ضغط بيقع لما ضربات القلب بتبقى سريعه قوي؟ المفروض القلب ده فيه سايكل، بيعمل بينقبض وينبسط، ينقبض وينبسط، ينقبض وينبسط. الانقباض ده لو بياخد وقت، يعني مثلا لو 70 ضربة قلب في ال 60 ثانية، فالضربة دي بتاخد 8 من 10 ثانية. فلو هو بقى 300 بيعمل كده، بقى 500 ما بيدقش، ده بيهرج، بيعمل كده بس ما بيلحقش يعمل كده، ما بيلحقش ينقبض فوكأنه ما بينقبضش، وبالتالي الدم ما بيوصلش للمخ، يبدا يدوخ وضغطه ينزل. فلما ضغطه ينزل بيبدا يعرق ويبرد. فده لو هو ضغطه لقيته انا 60 30 كده لا، لازم الحقه بصدمه كهربائيه بغض النظر انه هيموت. طيب يعني ده لازم ما يتعرضش. لا، هو الاول انا الاول بقيم الحاله هل ضربات قلبه قد ايه. انا بشخص الذبذبه الاذينيه دي بالسماعه وايدي، وبعد كده بعمل لها كونفirmation برسم القلب. رسم القلب يقدر يقول لي لا دي ذبذبه اذينيه. الذبذبه الاذينيه دي بقى ضغط الراجل ده واقع ولا مش واقع، فايق ولا مش فايق، دايخ ولا مش دايخ. على الاساس ده بقرر هعمل ايه الخطوه الحاليه والخطوه اللي بعد كده. بفرض ان هو كان دايخ وهياخد صدمه كهربيه، بدأت له صدمة كهربية ورجع، لازم أعرف إيه السبب اللي خلى ضربات القلب دي تيجي. فممكن أعمل ورك أب كامل بسرعة. ورك أب ده عبارة عن إيه؟ طبعا بسمعه بالسماعة. لو ضغطه عالي ممكن يكون الضغط السبب. لو في مثلا لغط على القلب أو صوت غريب في القلب، ببدأ إن أنا أعمل موجات صوتية على القلب وأشوف هل في صمام، هل في مثلا شريان تاجي. كل الحاجات دي تبقى أسباب. لو اتصلحت يصلح ضربات القلب دي. بشوف أي أمراض وراثية، ثقب بين أذنين، ثقب بين بطنين، بشوف كل تكوين القلب. وبشوف بقى الغدة الدرقية، بشوف الانيميا. في الانيميا هيموجلوبينه 5 فممكن يعمل اي ضربات قلب. خلاص. بشوف القلب ده في قلب هو اصلا ربنا سبحانه وتعالى في كده ايه مسار للكهرباء بتاعه القلب، بيطلع من الاذين الايمن ويمشي في مسار معين. ممكن يكون الاذين ده قد كده، فالاذين الكبير قوي ده مش بيمشي الكهرباء بصوره طبيعيه، فده ما ترجعوش لان هتجيله تاني، فبتحاول تقلل العدد الدقات مش بترجعه لاصله. فكل ده بيفرق. لو ضربات قلب بقى لها اكتر من 48 ساعه اللي هي الذبذبه الاذينيه دي، انا دخلت في موضوع كبير شويه. لا بس حلو يعني شيق لو عشان نسيت استاذ عبد الله. فهو في الاخر استاذ عبد الله شكله عايش اهو، مش واقع من طوله. الحمد لله. خلاص، يبقى نعمل الفحوص اللي بقول عليها دي، ممكن تطلع كلها سليمه. تطلع ايه؟ كلها سليمه. بس دكتور هو كان بيتكلم بخوف، يعني هو بيقول ليها عامل وراثي من والده، وهو خايف ان هو يحصل له زي ما حصل له. هنحكي بقى كل ده الاول يتاكد من ان هو سليم. الحاجات اللي يمكن تصليحها صح طبعا، يعني ايونات في الجسم، غده، مش عارف صمام هنغيره، شريان تاجي هنركب له دعامه، يبطل تدخين، عنده مثلا اسمه ربو شعبي يحاول ياخد طيب كل ده طلع سليم. يبقى ايه؟ بنعمل حاجه اسمها دراسه كهروفسيولوجيه. ممكن يكون في مسار غير طبيعي لكهرباء القلب عنده هو بالذات. المسار ده بيبقى له في القسطره علاج بيكوي البؤره دي اللي بتطلع ضربات القلب دي، عشان بعد الشر ما يحصلوش وفاه مفاجاه. يبقى اتفقنا؟ يبقى توصل لمرحله ايه؟ اللي هو الكي، اللي هو بحيث طبعا بيعمل عمليه اسمها دراسه كهروفسيولوجيه الاول. دراسه كهروفسيولوجيه بتحدد لي مسارات الكهرباء اللي مش مظبوطه، وبنبدا نعالجها عن طريق كوي او كده. فهو ده اللي الاستاذ عبد الله يعمله. لكن في الاول ممكن يطلع حاجه هايفه جدا. يعني ممكن زي ما قلت لحضرتك يطلع انيميا، ممكن يطلع البوتاسيوم قليل، ولو صلحته هيبقى زي الفل. وممكن يطلع يطلع مزعق وقاعد كده. نسيت اقول لك برضو، ساعات في مثلا حضرتك مريضه بتجيلي العياده بتقول لي انا جالي امبارح ضربات قلب مش كويسه. بعمل لها كل الحاجات دي بتطلع كويسه، وهي قدامي لما جيت العياده ضربات القلب زي الفل. طب انا اعمل ايه؟ اعمل لها الفحوص اللي بحكي لك عليها دي، وانا برضو لسه ما شخصتش. ففي جهاز اسمه
تسجيل قلب 24 ساعه او 48 ساعه او 5 ايام او 7 ايام، هي بتاخده معاها البيت وتعمل نفس الحركات اللي كانت بتعملها امبارح، تروح الشغل تيجي من الشغل تروح يعني تعمل اللي هي عايزاه كله، وبتجيلي بقى نفرغ الريكوردر ده نشوف ضربات القلب ايه اللي كان حاصل فيها. وفي بعض الاجهزه لما بيجي لها الحاله بتدوس على زرار بحيث تطبعها بس بدل ما تخزن كتير. تمام. فكل حاجه ليها حاجه الحقيقه. وفي نسيت اقول لك برضو حاجه، ان هي اكتر ضربات قلب مش حلوه او اسمها يعني ممكن يعني تؤدي للوفاه يعني غير حميده، اللي هي الضربات البطينيه. دلوقتي بقى او بقالنا فتره اخترعوا جهاز صدمات كهربيه يتحط تحت الجلد. في وقتها هو الجهاز نفسه من الذكاء انه يعرف ان في ذبذبه، هو في يعني زي ايه، هو بيرسم القلب 24 ساعه، اول ما يلاقي الفي اف دي اللي هي الذبذبه البطينيه هو بيديها صدمه يسكتها. فده طبعا تقدم هايل يعني. وفي ادويه خلينا نشوف الادويه، بس معانا اتصال تليفوني من استاذ سيد. الو. ايوه استاذ سيد، سؤالك ايه حضرتك؟ والله بس عاوز اسال الدكتور بالنسبه لي انا. اتفضل. عاوز اسال الدكتور، انا اصلا يعني عامل اثر على القلب لا بقى استاذنك ان انت ممكن تقفل التلفزيون وتسمعنا من التليفون عشان الصوت احنا مش واضح عندنا. معلش. اقفل التلفزيون يا ماما، اقفل التلفزيون. الو. ايوه سامعينك. انا عايز اسال الدكتور، انا اصلا عامل قسطره على القلب وايكو، ودكتور القلب مديني ادويه، خدت بال حضرتك؟ تمام. وبعدين طبعا انا واخد ادويه للضغط وللسكر وكده، منها 3 انواع اللي هم يعني ديستريل واملوديبين وكونكور وكريستور. انت كده عملت شهرة للادويه كلها بصراحه، واحنا مش عايزين ده للاسف يعني. المهم انا حصل ان الضغط ارتفع عندي شويه، وبعدين رحت للدكتور فقال لي لا الكريستور ما دام ما عندكش دهون ما تاخدوش. ورحت للدكتور تاني اللي بتابع معاه السكر قال لي لا ده يعني المؤتمرات الحديثه بتقول لك مريض السكر بياخد الكريستور. انا محتار بين الاثنين الدكاتره دول، يعني اخده ولا ما اخدوش. طب خليك بس معايا، القسطره طلع فيها ايه؟ القسطره طلع فيها ان الدم سريان بطيء. اللي هي سريان بطيء، السريان التاجي، الدم ماشي ببطء. سريان بطيء. طب حضرتك بتشتكي من الام في الصدر؟ بتشتكي من الام في الصدر؟ لا مش كتير. مش يعني كتير؟ امال ايه اللي خلاك تعمل قسطره وانت ما عندكش الام في الصدر؟ لا ما هو انا اصلا ساعتها كان رسم القلب كان مش كويس، فالدكتور القلب اللي موجود في التامين حولني لعمل قسطره في المستشفى. انت حضرتك منين؟ انا اصلا هنا من القاهره، من وادي حور حلوان. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب ماشي، انا هرد على حضرتك. انت عارفه شكرا ليك يا استاذ سيد. ده السؤال اللي انا قلته، اللي عندهم سكر ايه المحاذير عشان هيجي لهم تصلب شرايين تاجيه، عشان قلت لك بياخدوا ادويه كوليسترول. هو الدواء اللي قالوا ده دواء كوليسترول. فاحنا ممكن بنديه في مريض ضغط وسكر وبيشتكي من الام في الصدر وسريان بطيء، ياخده بغض النظر عن كوليسترول كام. يبطلوا ولا يفضل مستمر ان هو ياخده؟ عشان في كذا دكتور ياخده يفضل مستمر عليه. ياخده تمام. ياخده وهو ده بقى المريض اللي عنده سريان دم بطيء، بيبقى دي علامه اولانيه لان الاندوثيليوم بتاع بطانه الاندوثيليوم اللي هو اللي هي الطبقه الداخليه المبطنه للشرايين، دي بتبدا، دي بنعتبرها عضو اورجان، دي بتبدا مع السكر ومع الضغط ومع التدخين ومع الاسترس تبدا مش تشتغلش بكفاءه كامله. فبتبدا ان هي العضو ده اللي هو الاندوثيليوم ده اللي هو البطانه دي بتعمل ايه؟ بتفرز مواد تحافظ على التون او التون اللي هي يعني الشرايين ده واسع ضيق، محافظ على قطره، مش بينقبض قوي عشان ما يعليش الضغط كده. فهو ده بيبدا يتعب شويه، فلما بيتعب شويه ده بيبدا علامه ان الدم يمشي ببطء. فالدم اللي بيمشي ببطء ده مرض، والمريض بيعاني، يعني المريض بيشتكي من ألم في صدره وبيشتكي من روحه هتروح وكده، لكنه ما عندوش إصابة احط لها دعامة ولا قلب مفتوح، يعني ما عندوش شريان ضيق. ده هو المفروض ما كانش يعمل دعامة؟ لا هو ما عملش دعامة، هو عمل قسطرة بس. عمل قسطرة، سوري. القسطرة قالت إن في سريان بطيء، لا هو ما فيش حاجة غلط. فده إيه العلاج بتاعه؟ إن هو يشرب سوائل كتير عشان يحافظ على سيولة الدم، وياخد أدوية سيولة اللي هو 2 دواء سيولة اللي هو الأستالسالسيليك أسيد
الكلوبيدوجريل او البراسوجريل، وبياخد ايه والتيكاجريلور، بياخد ايه كمان، بياخد الاستاتين اللي هو ادويه بتاعه الكوليسترول، فده علاجه بغض النظر عن اسماء تجاريه، وطبعا بيعالج السكر كويس والضغط كويس. طب دكتور احمد، حضرتك كنت بتقول لي ان في ناس رياضيين معينه ليهم بيلعبوا العاب رياضيه مثلا عنيفه، دي ممكن يبقى لهم مشاكل فيما بعد في ضربات القلب او تؤدي مثلا فيما بعد المشاكل تانية ولا لا؟ بصي بقى، هو الانسان الرياضي ده عشان يربي عضله بيبدا ان هو يحمل عليها، فالعضله دي لما بتكبر بيبقى لازم امدادها الدموي يزيد معاها، ما هتجيب اكل منين وشرب منين وطاقه منين طبعا. فعضلات اللي هي العضلات اللي هي السكليت المصري اللي هي العضلات دي لما بنكبرها الدم بتاعها بيزيد معاها، عشان الاحتياج ده بيزيد فبيبدا العضله القلب نفسها كمان تكبر شويه. لما بتكبر شويه عندنا هنا قانونين في القلب. اول قانون ان القلب كل ما العضله بتاعته اتشدت كل ما تقوى. وزن ليميت، هي دي بقى الوزن ليميت، ستارلينج لو. وزن ليميت يعني لو طولت عن كده تبوظ. يعني هي بتطول سنه عشان تحسن الضخ احسن تيجي المرحله تقع تتكسر ما تنفعش. رقم 2 ان العضله لما بيحصل لها هيبرتروفي اللي هو التضخم ده ما بيزيدش مع الدم. ما بيزيدش مع الدم. يعني ما بيزيدش مع الدم بيفضل زي ما هو معدله الطبيعي. فبيحصل في الاخر حاجه من 2، يا اما بيبقى في بعض الناس عندهم حاجه اسمها هايبرتروفيك كارديوميوباثي، ان هو تضخم عضله قلب بيؤدي الى ضعف في العضله، وممكن ده بيؤدي الى وفاه صدن وفاه اللي هو واثناء اللعب. يعني حتى في لاعبي الكوره فعلا كانوا بيقعوا من طولهم نتيجه اللي هو الهوكم ده. بس بقى في عامل وراثي، بس عامل وراثي زائد رياضه. عامل وراثي زائد رياضه، او ان هو العضله بتتضخم قوي لغايه ما تعدي حدود المسموح بيها بقانون ستارلينج ده، فبتبدا تضعف وتفشل وتبقى ضعيفه. فهو التوصيه هو ايه؟ يعني ننصح الرياضيين اللي هم مثلا بيلعبوا رياضات عنيفه، او دلوقتي اغلبيه من جيل الشباب بيروحوا جيم وبيشيلوا اوزان ثقيله. يعني اعتقد ان هو في فرق بين السن، انت في سن كام؟ يعني انت لو في سن صغير وبتمارس رياضه بدون تربيه عضلات، يعني تربيه العضلات دي رياضه اللي هي بتاعت كمال الاجسام وكده بالظبط. لا احنا بنشوف دلوقتي اغلبيه جيل الشباب دي موضه بمعنى اصح. يعني خلينا صراحه وخلينا نبقى صراحه مع المشاهدين بتوعنا، برضو بقت موضه. يعني شكل الشيب بتاع جسمه هو دلوقتي بقى تضخم العضلات ده مش شيء كويس. هو يعني الرياضه وبالذات ان هم بعد كده فتره معينه بيبطلوا. فاحنا برضو عايزين نقول خطوره ان هم بقى يبطلوا كمان. هو برضو انا مش خبير رياضي، بس انا اللي بيحصل ايه؟ يعني انا مثلا في على عضله القلب في امراض الشريان التاجي، في امراض الشريان التاجي او تصلب الشرايين الرياضه مهمه جدا. بس مش الرياضه العنيفه، لان الرياضه العنيفه دي بتفرز لي مواد ممكن تعمل لي تقلصات في الشرايين تقفلها لي اساسا. ممكن زي ما قلت تعمل تضخم في عضله القلب وبعد كده يضعف. فانا عايز رياضه اللي هي على قد مجهود الشخص ده وعلى قد سنه وعلى قد اللي هو متعود عليه. ده مفيده جدا زي ما قلت، ان هي بتحرق كوليسترول وبتحرق دهون وبتحسن عمل البطانه بتاعه الشرايين الداخليه، وبتدي ثقه في النفس وبتحسن الاكسجين في الدماغ وفي الرجل وفي الايد وفي كل حته. فالرياضه طبعا 1 و2 و3، لكن الرياضه اي حاجه مبالغ فيها مش كويسه. يعني احنا حتى يعني في بعض الناس بيحبوا الدكاتره اول درجه ان هم عايشين حياتهم كلها يسالوا الدكتور ده يعني بالظبط هوس، بيجي لهم هوس. الهوس باي شيء مش كويس يعني، حتى لو حاجه حميده حتى. زي ضربات القلب السريعه لو هي وصلت لخوف معين في مرض اسمه كاردياك نيوروزيس، ان حد بيبقى عنده خوف فكل شويه يقول لك قلبي ووجع وضربات قلب وهموت وكده، وما عندوش حاجه خالص. بيبقى وهم بمعنى بيبقى وهم. وده علاجه بياخد انسايكوتيك، يعني بياخد حاجات مهدئه بتيجي اصلا في ستات اكتر. بس في برضه بعض ادويه يا دكتور معلش بتأدي ان في ضربات قلب بتبقى برضه سريعه. مظبوط. ايه بقى مثلا نقول ادويه كده سريعا بتاعت امراض معينه تخلي نبضات القلب سريعه؟ ماشي. هو في ادويه بتخلي ضربات القلب بطيئه، اللي هي معظم ادويه اللي هي اللي بتستخدم في علاج ضربات القلب السريعه ممكن تؤدي الى ان هبوط تماما في ضربات القلب. زي بقى مغلقات البيتا ومغلقات الكالسيوم، وزي حاجه اسمها الديجوكسين. ادويه كتير جدا جدا جدا. كل الادويه اللي بتستخدم في علاج ضربات القلب السريعه ممكن تعمل ضربات قلب بطيئه، وممكن تعمل ضربات قلب سريعه قوي. خلاص.
دي رقم واحد. رقم اتنين في ادويه بتاعه اللي هي موسعه الشعب بتزود ضربات القلب، اللي هي يعني في مواد بتوسع الشعب الهوائيه دي بتزود ضربات القلب. ممكن اللي عندهم مثلا شايلين الغده الدرقيه وبياخدوا اللي هو السيروكسين بالبق، ده لو خد جرعه زياده هتزود ضربات القلب. ممكن لو خد اي حاجه اللي هي برضو بتعمل يعني اليرت، والناس اللي بياخدوا الحاجات دي بتزود ضربات القلب جدا. فدي كلها طبعا لازم نبعد عنها او نستخدمها بقواعد. هو دايما برضو مريض الضغط او المريض ده مفكر نفسه ان هو هياخد العلاج، يعني في بقى ايه، في باد كونسبت، يعني مفاهيم خاطئه عند بعض الناس ان هو هياخد علاج الضغط يخلص العلبه وخلاص وما ياخدهاش تاني، وده مفهوم وبعض الناس تانيين ان هو هياخد علاج الضغط ومش هيتابع ويقعد واخد مثلا علاج ضعيف جدا ويقول لك انا ما بتظبطش برغم انه ياخد العلاج ومكبر الموضوع جدا. وواحد تاني بيقيس الضغط نفسه كل يوم. لا، هو المفروض كل حاجه بتمشي بمعدل طبيعي. بشكر جدا حضرتك دكتور احمد البربري، استشاري امراض القلب والقسطره. حضرتك بجد يعني مش عايزين الحلقه تخلص فعلا، بجد من المعلومات القيمه جدا اللي حضرتك بتقولها لنا، وقد ايه بتخلينا ان احنا حاسين ان الموضوع بسيط، يعني خلي ناخد كل حاجه ببساطه وبمعدل طبيعي علشان الحياه تستمر. بشكر حضرتك جدا، كنت منورنا النهارده وسعداء بحضرتك، واكيد يا رب تكونوا مشاهدين انبسطتوا النهارده في حلقتنا، ونقول لكم باي باي. وانا كمان اقول باي باي. اتفضل.